المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، أصحابكم فيها قاسم محمود، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قدم سكان مديريات قالا نفحي وبراديزو وأربعة أسمرة بالأقليم الأوسط مساعدات عينية للمحتاجين. وقدم السكان عد رأسي وصلوات وسلاد عرو وعد قومبيلو وعد مزمات وعد أبيتو وعد قعداد وعد عرو قولوس مساعدات مالية وعينية للمحتاجين في مناطقهم. وألقى ثلاثة أصحاب منازل إيجار بيوت من 12 مستأجر بدعر قولوس، وسبعة مؤجرين إيجارات 43 مستأجر في 4 أسمرة من شهر إلى 3 أشهر. وقدم مبلغ أكثر من 140 ألف نقف جمع من مواطنين مهتمين في باراديزو ل 277 محتاج بدعم عيني. في خضم حملة التبرعات التي يقوم بها المواطنون في الداخل والخارج بصورة مكثفة، تم تبرع أكثر من 25 مليون نقف لتنمية صندوق تصدي جائحة كورونا، وذلك حسب ما أفادت التقارير اليومية لوزارة الصحة. ووفق التقرير تبرع موظفو وزارة التعليم 15 مليون نقفة، وموظفي وزارة الزراعة في المكتب المركزي والأقاليم أكثر من 6 مليون و200 ألف نقفة، وأعضاء وزارة الإعلام براتبهم الشهري ما يعادل 1,219,742 نقفا. وموظفي وزارة العمل والرعاية الاجتماعية المكتب المركزي ومؤسسة العكازات البشرية ومؤسسة رعاية الأيتام ومعسكر المعاقين في دندنة 835 ألف نقفة. وجمعية موظفي وزارة العمل والرعاية الاجتماعية 20 ألف نقفة. والمكتب المركزي للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية 400 ألف نقفة. وموظفي وزارة العمل والطاقة 250 ألف نقفة. وموظفو بالدهول الإنشاءات العامة 150 ألف نقفة. كما تبرعت اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية 200 ألف نقفة. وخدمات المراجع 200 ألف نقفة. ومنتجي الألبان في مندفر 100 ألف نقفة. ومؤسسة المواشي والغلال فرع مديرية دكم حرير 64 ألف و319 نقفة. وجمعية تدريب قيادة السيارات في الإقليم الأوسط 50 ألف نقفة. وخدمات المياه الشعبية في منطقة تكراريت 50 ألف نقفة. ولجنة مياه منطقة عاد إبراهيم 40 ألف نقفة. ودير سلام مدهني ألم سباخة 50 ألف نقفة. وعمال تكنو جاردن 41 ألف و533 نقفة. ومؤسسة واسكو 14 ألف و80 نقفة. وجمعية عمال شركة بادمة للبناء 10 ألف نقفة. والشابات المهنيات لمؤسسة التعليم العليا للمرأة 5,000 نقفة. ومؤسسة ماتوس قبر هواريات للرخام 50 ألف نقفة. ومؤسسة طواحين أسمرة باسم السيد قبر أب زكرياس 5,000 نقفة. وصاحب آتان للتجارة العامة 2,000 نقفة. وجمعية الزراعة التعاونية 500 ألف نقفة. في غضون ذلك تبرع الشاب الكفيف داويد برهي راتبه الشهري الذي يتقاضاه من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ما يعادل 990 نقفة. وعدد من المواطنين 440 ألف نقفة. كما ألغى سيد محاري المقيم في ألمانيا إيجار أسرتين مستأجرة لمنزله في مدينة سنبل ابتداء من أبريل وحتى يزول فيروس كورونا من البلاد.
وسيستلم منهب تسجيل المقيم في هولندا إيجار أسرتين مستأجرة لمنزله في إندا جرمن بالعاصمة أسمرة لفترة 3 أشهر ابتداء من مايو المقبل. تقوم اللجان القائمة لمساعدة المحتاجين في مديريتي حقات وحلحل في إقليم عنسبة باتخاذ مبادرات ساهمت في إنجاز مهام ملموسة. وأفاد مراسلو إرينات تطبيق التعليمات الصادرة كما يجب ومساهمة الشباب الطوعيين في هذا الجانب وجمع المساعدات من المحسنين. ووفق المبادرات المتخذة تبرع سكان 8 إدارات ضواحي في مديرية حلحل ب 120 كنتالا من الذرة ل 480 من المحتاجين. كما تبرع سكان 8 إدارات ضواحي في مديرية حقات حوالي 232 كنتالا من الذرة. وأصحاب المؤسسات التجارية والتجار في مدينة حقات 32 كنتالا من الذرة و30 ألف نوفة ل 126 أسرة محتاجة. كما تبرع مستشفى قلاس العسكري 15 كنتالا من السكر والعدس والأرز والدقيق و40 لترا من الزيوت للمحتاجين. وسلمت صاحب فندق أمان هوتيل في مدينة حقات فندقها لوزارة الصحة حتى يزول المرض من البلاد. وتفيد المعلومات اتخاذ خطوات قانونية سريعة على 8 مؤسسات تجارية زادت أسعار السلع في مدينة حلحل لتعود الأسعار إلى طبيعتها. في إطار الجهود الجارية لتوسيع الخدمات الاجتماعية، ظلت تساهم الخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية المشيدة في مديريات حلحل وأسماط وهبرة بإقليم عنسبة بفعالية، إضافة إلى الخدمات التي كانت تقدمها في السابق. وأوضح مساعد المهندس آرون محرة أب مسؤول وحدة متابعة المشاريع في قسم التنمية المعمارية في الإقليم فيما يتعلق بتلك المؤسسات التعليمية التي كلف تشييدها وتوسعتها 24 مليون نقفة للتقليل من ضيق الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية، حيث شيد في بلدة حلحل وإدارات ضواحي أسماط وقرقر وإيرا وشاخة وقريت في مديرية أسماط، وإدارات الضواحي مزرات وأفعيون وهبر صعداء وقرعبل وفلفلة في مديرية هبرم. كما تم تشييد 6 فصول إضافية وغرف للنوم في مدرسة كرن للصم و10 مدارس ابتدائية وفصول إضافية تشمل مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين جسديا وذهنيا في مديرية عتك كليزان، حيث اكتملت بعضها وبعضها الآخر قيد التنشيد. وذكر مساعد المهندس أرون تشييد رياض أطفال في مناطق هاوش في مديرية أسماط وقرعبل وقربت في مديرية حبرو وقرصت في مديرية حلحل. وأشار إلى جاهزية عيادة قرصت في مديرية حلحل لتقديم خدمات صحية ناجعة تشمل على قسم الولادة والتحاليل والفحص الطبي والصيدلية وعنبر لانتظار الحوامل ومعمل وسكن للأعضاء. وقد كلف تشييدها 7.5 مليون نقفة. هذا ويوجد في مديرية حلحل مركز صحي وعيادتين و34 مدارس منها روضتان و8 رياض أطفال أهلية و10 مدارس ابتدائية و6 إعدادية وثانويتين و6 مراكز تدريس عريوت. مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي يواصل تفشي فيروس كورونا التراجع في الكثير من أنحاء آسيا وفقا لأرقام مشجعة توالت خلال الساعات الأخيرة. ففي الصين حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي، لم تبلغ السلطات عن أي حالات وفاة جديدة لليوم العاشر على التوالي، إلى جانب 12 حالة إصابة جديدة فقط، 11 منها جاءت من الخارج وانتقال محلي واحد في مقاطعة هيلونغ جيانغ الشمالية الشرقية المجاورة لروسيا وفقا للجنة الصحية الوطنية. وأبلغت كوريا الجنوبية عن 10 حالات جديدة في اليوم الثامن على التوالي الذي تقل فيه الزيادة اليومية عن 20 حالة، ولم تحدث وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي. وأعلنت الهند تخفيف الإغلاق الصارم لنحو 1.3 مليار شخص مع إعادة فتح محلات الأحياء والمتاجر التجارية المستقلة. وأبلغت الهند عن أكثر من 18,600 حالة إصابة و775 حالة وفاة.
أعرب كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة بشأن علاقة ما بعد بريكسيت ميشيل بارنيه خلال مؤتمر صحفي عن الأسف لعدم إحراز تقدم ملموس، وذلك عقب جولة ثانية من المحادثات مع البريطانيين. وقال المسؤول الأوروبي إن الهدف الذي كان يقضي بإحراز تقدم ملموس أنجز جزئيا، مضيفا أنه ليس بمقدور المملكة المتحدة رفض تمديد العملية الانتقالية. وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الماضي، ومع ذلك لا تزال هناك فترة انتقالية حتى نهاية العام. ويخوض الجانبان حاليا مفاوضات تستغرق 3 أسابيع عبر تقنية الفيديو بسبب تدابير مواجهة تفشي جائحة كورونا العالمية. قال الجيشان الأمريكي والتايواني إن سفينة حربية أمريكية مرت عبر مضيق تايوان للمرة الثانية في غضون شهر، وسط تصاعد التوتر بين تايوان والصين، وفي وقت تمر فيه حاملة طائرات صينية بالقرب من الجزيرة. وغضبت الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها بسبب زيادة الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة، مثل زيادة مبيعات الأسلحة وتسيير دوريات أمريكية بالقرب منها. وقالت وزارة الدفاع التايوانية أن السفينة الحربية الأمريكية اجتازت مضيق تايوان الذي يفصل بين الجزيرة وبر الصين الرئيسي متجهة نحو الجنوب، وستواصل الإبحار في هذا الاتجاه. وأعلنت تايوان أن مجموعة حاملة طائرات صينية أبحرت نحو الجنوب منها عبر قناة باشي التي تفصل ما بين تايوان والفلبين، وكانت تتجه نحو الشرق. تستخدم قوات الشرطة في الإمارات العربية المتحدة خوذات ذكية يمكنها قياس درجة حرارة مئات الأشخاص كل دقيقة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. ويمكن لهذه الخوذات التي تحتاج لوقت أقل ومسافة أقصر من أجهزة قياس الحرارة التقليدية قياس درجة الحرارة من على بعد 5 أمتار، ويستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة. وتصدر الخوذة إنذارا في حالة رصد شخص مصاب بالحمى. وتستخدم شرطة دبي الخوذات لفحص الناس في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة بما في ذلك الأحياء المغلقة. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت النشرة. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، دمتم في أمان الله.